السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اليومين الجايين بقى دول هتغلى الطماطم جدا، يعني بصوا الكلام ده من بق البياعين وده معروف طبعا. مع اقتراب الربيع الطماطم بتغلى. فالحقي جيبيلك كده طماطم وفرزي على قد ما تقدري، يعني املي الفريزر طماطم لان طبعا احنا ما بنستغناش عنها في كل شغلنا في المطبخ. النهارده بقى كده انا خليت حد بتاع خضار يعني معرفة جاب لي 7 طماطم، وبجد ربنا يبارك له. قال لي انا هجيب لك 7 طماطم مش هتطلعي منه واحدة خسرانة، يعني ولا واحدة فاسدة ولا واحدة بايظة ولا اي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله. السبت كله زي الفل، فوق زي تحت، يعني بصوا ما شاء الله. انا طبعا وقفت غسلتها بقى كلها واحدة واحدة، وعبيتها كده زي ما انتوا شايفين كده في البولات كده قدامكم في المصافي. عايزه اقول لكم ما فيهاش واحده فاسده، يعني كله ما شاء الله زي الفل. وده طبعا يعني انت لما تكوني هتجيبي 7 طماطم ما تاخدوش كده بختك يا ابو بخيت، لا قوليله لحد معرفه يجيبهولك يعني، او انت ما نقيها بالكيلو زي ما تحبي. انا بصراحه حد معرفه اللي جايبها لي. بصوا بقى ما شاء الله اهو، انا غسلتها كده. هاخد منها البوله اللي قدامكم دي اللي انا ماسكاها، وهبتدي ان انا بقى اجي احطها في التلاجة. تنفعني بقى في جبنة قريش للسحور بالليل، هتنفعني على ان انا اعمل سلطة، اي حاجة محتاجاها كده، طماطم اخرطها حاجة كده. والتلات بولات اللي ورا دول هبتدي ان انا اعملهم صلصة معاكم. بصوا تفاح مش طماطم يا جماعة، اللهم صل على النبي، يعني حاجة كده لوز العنب يعني. عايزة اقول لكم كمان ان انا بفرز الطماطم، وشفت ناس كتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بيفرزوها بطريقة غلط في غلط، يعني شفت حاجات كده وبرضه هقولها لكم دلوقتي، وهقول لكم ليه بقول غلط في غلط. ف يعني دي الطريقة اللي انا هعملها معاكم، احسن طريقة بصراحة بفرز بيها الطماطم، وبتبقى حاجة بيور كده طبيعية. بص انا من جمالها ما شاء الله، يعني عمالة كده ايه اروح واجي كده اتفرج عليها، حلوة وزي الفل وجميلة. ولازم بقى تغسليها كده غسلة كويسة جدا، واهم حاجة تشيلي بقى الحتة اللي من فوق دي، علشان الحتة اللي من فوق دي بيقولوا ان هي بتبقى فيها يعني ايه لو في بقى مثلا سماد او اي حاجة فلازم تتشال، يعني بيقولوا ان هي مش صح ان انت يعني تفرزي، لان في ناس بتقسمها نصين وخلاص بالحتة اللي من فوق السرة دي. كنت جايبة كمان بسلة، هقعد بقى افصصها هي والجزر كده خرطه واشيلها بقى برضه. بصوا بقى هنا انا شلت الحته اللي من فوق دي، لازم تشيل الحته اللي هي بيقولوا عليها اللي عند العنقود دي، وقسمتها كده الواحده على 2. والبوله دي هاخدها ادخلها التلاجة علشان زي ما قلت لكم استخدمها. في كل بقى الحله الكبيره دي هحط كوبايه واحده من الميه، كوبايه واحده من الميه. الطماطم يا جماعه هي كده كده بتجيب ميه، فهي كوبايه واحده من الميه علشان الطماطم ما تشيتش معانا من تحت. كوبايه على كل الكميه دي، في كل واحده حطيت كوبايه. هحطها بقى على البوتاجاز، هحطها حوالي مثلا ايه نص ساعة. بعد النص ساعة هوريكم بقى ايه الغلطة اللي انا بشوفها والناس بتعملها. تمام، دي كده بقى احنا هنسيبها على البوتاجاز، وبعد نص ساعة تعالوا بقى نشوفوا ايه اللي هيحصل. بصوا بعد نص ساعة نزلت المية دي كلها. انا بقى بشوف الغلطة اللي بتحصل على اليوتيوب ان الناس بتاخدها تكب المية دي. ازاي تكبي المية دي يا حبيبة قلبي؟ اللي بتكبي المية واللي بشوفكم تكبوا المية، دي اساس الطماطم، دي اساس الصلصة يا جماعة. دي هي الصلصة، ودي هي الزبد بتاع الطماطم. يبقى انت تاخديها تكبيها ازاي؟ تقولك علشان ما اخدش معايا وقت انا هكبها، لا ما تكبهاش، دي هي الطماطم، دي هي الصلصة اللي انت هتعمليها. احنا هنا في المرحلة دي هنطفي البوتاجاز خالص. تمام، هما بقى بيعملوا ايه؟ بيكبوا المية ويسيبوها بقى تقعد تهري مع نفسها بقى الطماطم علشان ايه؟ يسبكوها. لا، انتي في المرحلة دي اطفي النار. تمام، انا كده بصوا بهرسها بالظهر المغرفة كده، وهطفي النار واسيبها. هسيبها بقى كده ايه، الطماطمايه في المية بقى بتاعت الطماطم دي اللي هي وهي غالية كده كذا مرة، هتبتدي ان هي تتهمك. بصوا بقى تتهمك يعني تتهري يعني. بصوا بقى بعد ما بردت شايفين الطماطم اتهرت خالص، بقت الطماطم عاملة زي الزبدة مع المية بتاعتها اللي مش هنكبها يا جماعة. في الخلاط بقى او الهاند بلندر، بيسهل بقى الهاند بلندر ده بصراحة، وبيسهل عليكي المأمورية، يعني مش هتروحي بقى تحطي في شفشق الخلاط ولا حاجة. وهضربها بقى كده وانعمها واخليها ناعمة جدا. وبرضه هقول لكم غلطة كمان في ناس بشوفها بتعملها وانا شغالة.
تمام. في ناس بقى بتحط فلفل احمر وناس بتحط بنجر، ده عك في عك بصراحه. يعني انا بشوف ان ده عك في عك، يقولك بيعلوا القيمه الغذائيه. لا يا جماعه، هي الطماطم طماطم، يعني ما نغيرش بقى طعمها. ايه اللي هيعلي القيمه الغذائيه؟ يعني البنجر بيكون في حاجه تانية يا ست الكل، لكن ما تغيريش طعم الطبخه ببنجر او فلفل احمر. ما ده بيغير طعم الطبخ يا جماعه. بصوا بقى الغلطة اللي الناس بتعملها، شايفين الطماطم هنا بقت عاملة زي ايه؟ زي الزبدة كده، خلاص كده اتضربت كلها. الغلطة اللي الناس بتعملها ما بتصفهاش، وهوريكي ايه اللي بيخرج منها. هنا برضو الحلة التانية بنعمها برضو كده، وبضربها برضو كده بالهاند بليدر لحد ما تبقى ايه، ناعمة. فمش عارفة ازاي ما بيصفهاش، دي برضو غلطة انا بشوفها ناس كتير وستات كتير بتعملها على اليوتيوب، ودي غلطة جامدة جدا، وهتشوفوها معايا دلوقتي. هقولك ليه برضو الغلطة دي. تمام. بصوا انت ممكن بقى ايه، يعني بعد ما هوريكي بعد ما نصفي، ممكن تشيليها، لكن انا هعمل خطوة تانية، ان انا هاخدها على النار تغلي غلوة واحدة واحط لها معلقتين سكر. بص بقى انا كده نعمتها تمام التمام، ولازم نصفيها. طبعا لو عندك مصفى سلك يكون افضل، انا ما عنديش مصفى سلك فبصفي بالمصفى دي، فممكن تفلت مني بذرية ولا حاجة، لكن لو انت عندك مصفى سلك يكون افضل. تمام. هنصفي بقى كده، والتصفية يا جماعة مش بتاخد وقت للناس اللي بتكسل، عشان هوريكي برضو ايه الغلطة اللي انت بترتكبيها في حق نفسك وفي حق ولادك. هتشوفي معايا كل حاجة. بصوا بقى كده، دي الغلطة اللي انت بترتكبيها في حق نفسك. ازاي بقى تأكلي ولادك كده؟ ده قشر يا جماعة، القشر ده بيتعب المعدة، بيتعب القولون، فحاجة مش كويسة ان انت تقولي ايه لا خلاص انا عملت الصلصة مش لازم ان انا ايه اصفيها. لازم تتصفى يا جماعة. بصوا ده قشر، قشر وبذور بتطلع، لازم ان انت تصفيها، وده بيتعب الاولاد جدا جدا. في المرحلة دي بقى بعد ما صفيناها انت ممكن تشيليها على كده وتكيسيها، بس انا بصراحة مش بشيلها بعد المرحلة دي. يعني الطماطم بعملها تسبيكة كاملة، هي نص ساعة على البوتاجاز، وبعد كده بتاخد حوالي مثلا ايه 10 دقايق تانيين. هنا بقى على البوتاجاز هتاخد لها 10 دقايق، هحط معلقتين من السكر، والسكر ده عشان هو مادة حافظة. تمام كده. وهقوم جاية سايباها تغلي غلوة واحدة، ويبقى كده عملنا الصلصة بتاعتنا. لا ضفنا بقى بنجر، ولا ضفنا فلفل احمر، ولا العك اللي بشوفه. لان الحاجات اللي انا بشوفها دي بصراحة انا بتضايق منها، يعني بحس ان الاكله بتبوظ يا جماعه طعمها. طماطم يعني طماطم، احنا مش هنبيع يعني علشان مثلا نكتر الكميه بالبنجر وبالفلفل والكلام ده كله. احنا بنعمل حاجه لبيتنا يبقى نعمل حاجه صحيه يعني. مش حكايه بقى صحيه، يعني هو البنجر صحي وكل حاجه، بس نعمل حاجه يعني طعمها بيور، ما نعملش حاجه كده ندخل فيها عكعكه يعني. بس كده. فبصوا خلاص هي غليت الغلوتين، طبعا حطيت معلقتين سكر هنا ومعلقتين سكر هنا، وغليت الغلوتين وهطفي عليها. هسيبها بقى تبرد وتهدى وتاخد راحتها، ونبتدي ان احنا نكيسها. انا بقى هنا لما بردت بدأت ان انا اكيسها. انا بقى طبعا انت كل ست بيت بتاخد على قد الطبخة بتاعتها، انت عارفة بقى نفسك بتحتاجي قد ايه في الطبخة. انا بحط في الكيسة البولة دي كده بملاها مرتين. انت بقى مثلا عدد افراد اسرتك اقل مني، ممكن تحطي ملو بولة في كل كيس. انا بحط البولة اللي قدامكم دي مرتين، يعني بملاها مرتين وعبيها في الكيس. تمام. عشان انا عارفه الطبخه بتاعتي هتاخد الكميه دي. بعبي بقى كده اول بوله، وبعبي تاني بوله كمان. وببتدي بقى ان انا ايه، اشيلها بقى ايه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دي كده بتاخد مكان. لو انت ما عندكش ديب فريزر هتاخد منك مكان، لو انت عندك ديب فريزر هتعمليها في بقى الطريقه التانية اللي انا هعملها قدامك دي. دي بقى ما بتاخدش مكان للناس اللي هي ما عندهاش ديب فريزر. انا بصراحه لاني اشتريت ديب فريزر وكده، فانا عندي ديب فريزر وعندي درج بعمله مخصوص للطماطم. فلو عندك ديب فريزر يبقى تمام، اعمليها الطريقه التانية دي. دي بقى الطريقه اللي هي ايه، للفريزر العادي ما بتاخدش مكان. بتمسكي الكيس كده تبططيه على الرخامه، وتتنيه بقى تانية كده في تانية كمان، وتبتدي ان انت تحطيه في كيس كمان كده، ويبقى كده ما بياخدش معاكي مكان. تمام كده. يبقى فرزنا ايه فرزنا الطماطم بالطريقتين اللي انتوا شفتوهم قدامكم. وهتشوفي برضو معايا بعد بقى ما تاني يوم هخرجها لك من الفريزر تسمعي الصوت كده. بصوا بقى، ده هنا الكميه اللي انا عملتها كلها. بصوا ما شاء الله طلعت معايا كميه كبيره. هشيلها بقى طبعا علشان خاطر ايه، الايام اللي جايه الطماطم هتغلى. فيلا اعملوا بقى الطماطم وتشطروا كده، وما تحطوش اي اضافات يا جماعه، وصفوا الطماطم. الناس اللي ما بتصفيش الطماطم، نصيحه مني، صفي الطماطم علشان توكلي ولادك حاجه حلوه وحاجه كده نظيفه، ما تتعبش معدتهم. يا رب كده بشكركم. واسمعوا بقى كده لما حفظتها في الفريزر.
بصوا هنا لما شلتها في الفريزر، هنا بقى بصوا شلتها في الفريزر، فمش عارفة بقى في صوت ولا ما فيش. بقت مجمدة. بصوا ما بتاخدش بقى مكان لما بتبقى بالشكل ده كده، ما بتاخدش مكان. فيا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. وكمان فرزت البسلة بنفس الشكل كده، عملتها برضو كده زي نفس الشكل، ما بتاخدش معايا مكان. تمام. لكن عشان عندك، لو عندك جيب فريزر فما فيش مشكلة بقى. انا عندي جيب فريزر بصراحة لسه جايباه، فمش بتاخد مكان. يا رب الفيديو يعجبكم. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.